هل كان لقاء مستشاري الملك مع زعماء الأحزاب مجرد تشاور سياسي عادي، أم أن وراءه إشارات عميقة إلى مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية؟ لقد جاء هذا اللقاء في سياق دبلوماسي متحرك، حيث تزداد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وتتقدم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد الوحيد. استدعاء مستشاري الملك لرؤساء الأحزاب ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل هو رسالة واضحة إلى الداخل والخارج أن قضية الصحراء ليست ملفاً خارجياً فقط، بل هي قضية دولة ومجتمع ووحدة وطنية. الملك يريد أن يشرك كل القوى السياسية في بلورة تصورات تعزز هذا الخيار، حتى لا يبقى الحكم الذاتي مجرد مبادرة ملكية، بل مشروع أمة بكاملها. ومن زاوية أخرى، يمكن قراءة اللقاء بوصفه تمهيداً لمرحلة تفعيل أوسع، ربما تتعلق بالانتقال من الدبلوماسية التوضيحية إلى الدبلوماسية التفاوضية الناضجة، حيث سيكون للمؤسسات السياسية كلمتها ودورها في الدفاع عن تفاصيل المشروع على المستوى الدولي، كما أن إشراك الأحزاب يهدف إلى توحيد الخطاب السياسي والإعلامي حول القضية الوطنية وتقليص أي تباين في الرؤية أو الموقف. بمعنى آخر، الملك يريد أن يقول: قضية الصحراء ليست قضية القصر، بل قضية الوطن بأحزابه ومؤسساته ومواطنيه. إنه لقاء يؤسس لمرحلة جديدة في دبلوماسية الصحراء، مرحلة الوضوح في الموقف والوحدة في الخطاب والمسؤولية في الدفاع عن الأرض والسيادة. فهل نحن أمام تحول استراتيجي حقيقي في إدارة ملف الصحراء؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف العمق الكامل لهذه الاستشارة الملكية.